استاذ عادل اهلا بيك. تقول للكابتن ابو ليلى النهارده ايه؟ بقول لاخويا الكابتن محمد ابو ليلى وجاري يعني بنتمنى لك الخير في الحياه المدنيه بعد السيرك القومي وبعد احنا مش هنسيبه 60 70 80 مش هنسيبه بعد يعني العطاء دوت ما زلت هتدي لاخر لحظه في عمرك. بتمنى له حياه موفقه. وفعلا هو عمل طفره في السيرك القومي، طفره ما شفناهاش قبل كده ولا هنشوفها تاني. جاب يعني بعض الدول من الاتحاد الاوروبي مصر، وده شرف لينا وفخر لينا لمصر ان الكابتن ابو ليلى هو السبب ان يجيب بعض الدول الاوروبيه هنا من الاتحاد الاوروبي، واشتراكنا في الاتحاد الاوروبي برضه كسيرك قومي. دي حاجه ممتازه ما شفناهاش قبل كده، وفخر للسيرك القومي ان الكابتن ابو ليلى هو كان مديره وكان اخ ليهم هنا. مش عايز اقول فخر للكابتن ابو ليلى، لا ده هو فخر للسيرك القومي كله ولوزاره الثقافه كلها. وهقول له ان ربنا يوفقك وربنا هيعوضك عن اي عطاء انت اديته بقلب وبقوه وبحماس. الانسان وهو فعلا انسان، وانا ما تسويش افضل كتير علينا. وهقول لحضرتك على حاجه، كابتن ابو ليلى خير بطبعه ومعطاء لكل اللي حواليه، اصدقاء اقارب زملاء كله. هو اخ لينا قبل ما يبقى محمد ابو ليلى. لا اخويا كبير والله. يعني هو جاري في العمارة، ما يعديش ليله الا لما لازم انا اشوفه. ما شاء الله. ربنا يديم ربنا يديم يا رب، ربنا يديم. نتمنى له التوفيق فعلا من قلوبنا، لانه هو قلب ابيض، قلب صافي، ما بيشيلش غضاء، يعني ما بيشيلش اي ضغينه لحد، ما بيشيلش اي مشاكل من اي حد. خير قوي قوي قوي، ونتمنى له الخير والله من دايما يا رب، دايما يا رب. شكرا يا فندم، شكرا يا فندم. ونتمنى ان يكون في عطاء بعد كده للسيرك القومي برضه منه. امين يا رب. استاذ زياد تقول ايه للكابتن ابو ليلى النهارده؟ اولا هو زميل دراسه، ولذلك يعني انا بشوف فيه تاريخنا وشبابنا. هو رجل طيب من المصريين الفضلاء الذين قدموا للبلد كل جهد وكل نشاط من اجل رفعه اسم مصر في الخارج وفي داخل مصر ايضا. يتسم بالطيبه بالاستقامه، هو صادق يحبه الجميع، دمه خفيف، رياضي درجه اولى، والان هو يودع يعني حياته الوظيفيه في الدوله بكل الحب وبمجموعه كبيره من الاصدقاء الذي يرى المرء فيهم يعني زملاء اعزاء يحبون هذا الرجل. انا لا املك في نهايه يعني هذا الحفل الجميل الا ان اقول للاخ محمد ابو ليلى مبروك ما سياتي من عمل ومن جهد ونشاط، وستبقى دائما شعله تنير طريق من يحبوك ومن يعرفوك. وتحيه لك وتمنياتي بالوفاء وبالصدق وبالاستقامه وبالنجاح الكبير لابو ليلى ولاولاده طبعا وعائلته التي رايتها اليوم. تبارك للاخ ابو ليلى، وانا ايضا ابارك له واتمنى له مزيد من التقدم والنجاح. وشكرا لك.